السلام عليكم. درسنا اليوم للصف العاشر المنهاج القطري. رح ناخد اليوم حل المعادلات التربيعية. لحل المعادلات التربيعية عندي 3 طرق. الطريقة الأولى اللي رح ناخدها اليوم هي إخراج عامل مشترك. طريقة إخراج عامل مشترك هي جدا بسيطة. رح بناخد أول فكرة فيها، رح ناخد مثال مباشرة. x مربع ناقص 3x وتساوي الصفر. كيف طريقة إخراج العامل المشترك؟ عندي هون بهالحد هاد وبهالحد هاد عامل مشترك اللي هو x، فرح أخرج عامل مشترك اللي هو x وأفتح قوس. هون رح يضل عندي أول شي x ناقص 3 ويساوي الصفر. تمام، ويساوي الصفر. فهون إلها المعادلة حلان، إذن لها حلان. الحل الأول عندي هو إما x تساوي الصفر اللي هي هاي بتساوي الصفر، أو x ناقص 3 تساوي الصفر، ومنه أن x تساوي 3. نقلت هاي الناقص 3 للطرف الثاني، فبغير إشارتها السالبة بتصير موجبة. تمام، فبيطلع عندي x يساوي زائد 3 أو عندي x تساوي الصفر. فإذا هون للمعادلة حلان، إما x يساوي الصفر أو x يساوي 3 بإخراج العامل المشترك. نأخذ مثال ثاني. وليكن المثال 8 x مربع ويساوي ناقص 12 x. كيف رح أحله؟ أول شي رح أنقل الناقص 12 x للطرف الأول، يعني رح يصير عندي 8 x مربع، الناقص هون رح بتصير زائد لأنه نقلتها، فزائد 12 x يساوي الصفر. حطيتها بشكل المعادلة التربيعية في البداية. عفواً. الحين بنخرج عامل مشترك. هون عندي مش بس الإكس هي عامل مشترك، أنا عندي هون بين ال 12 والثمانية عامل مشترك اللي هو 4. الأربعة هو عامل مشترك بين 8 وال12، لأنها 8 و12 من مضاعفات العدد 4. تمام، فرح أطلع عامل مشترك اللي هو 4 إكس وبفتح قوس. فهون بيصير عندي 8 تقسيم 4 بتطلع 2، والإكس مربع تقسيم إكس فهي إكس، إذا بيطلع عندي 2 إكس زائد هنا ال 12 تقسيم 4 بتطلع 3، فهون عندي 3 والإكس تقسيم إكس بتروح 1 وتساوي الصفر. إذا أيضا هنا للمعادلة أيضا حلان، إذا لها حلان. إما 4 إكس تساوي الصفر، أي إكس يساوي الصفر، أو عندي أو لدي 2 إكس زائد 3 تساوي الصفر، ومنه بخلي المعاليم بطرف والمجاهيل بطرف مع تغيير إشارة المنقول. طبعا المجاهيل هون عندي 2 إكس بخليها مكانها، وبنقل العدد الثابت اللي هو بسميه المعاليم للطرف الثاني وبغير إشارته، من الموجب بصير سالب بصير ناقص 3. ومنه بستنتج أنا إنه الإكس، لأني أنا بقسم على أمثال الإكس اللي هي 2. تمام، فإكس بتساوي الاثنين تقسيم 2 راحت، فبيضل عندي إكس واحدة، وهون بتساوي ناقص 3 على 2، أي رح بتطلع عندي إكس بتساوي ناقص 1
ونص. تمام؟ فعندي إما x تساوي 0 أو x بتساوي -1.5. هاي الطريقة الأولى بإخراج العامل المشترك بالنسبة لحل المعادلات التربيعية. أخذنا عليها مثالين، هي أسهل طريقة بطرق حل المعادلات التربيعية.